وفاة لونا الشبل مستشارة الأسد في سوريا. ضرة أسماء الأسد السيدة التانية في سوريا اتقتلت، مش موتة طبيعية والسلام. الحادث ما كانش حادث سير، وما كانش سير عكس الاتجاه زي ما اتقال في البيانات الرسمية اللي صادرة عن الحكومة السورية. لونا الشبل اتعرفت واتقالت فتحتها بعد ما تم تحديد إقامة العميد ملهم الشبل أخوها يعني، بعد ما ثبت خيانته في حادثة استهداف ملحق السفارة الإيرانية في دمشق، واللي راح فيها مسؤولين كبار جدا في الحرس الثوري الإيراني. لونا الشبل بقى جوزها عمار الساعاتي تحت الإقامة الجبرية برضه. لونا بقى نفسها اتكشفت واتعرفت حقيقتها لما قدر الإيرانيين إن هم يعرفوا مين اللي كان ورا تسريب محاضر جلسات بشار الأسد وقيادات سورية مع الإيرانيين. لونا كانت هي السبب ورا تسريب المحاضر دي، ومش بس الخيانة كانت لصالح روسيا، لا وكمان الخيانة كانت لصالح إسرائيل. فلما اتعرفت حيتها. قولوا لنا تحت في الكومنتات شايف الحادث ازاي، وهل انت مقتنع ان هو حادث عكس السير فعلا، ولا كان حادث مدبر عشان يخلصوا منها؟